طاط كلاصي اولا حلوه لا كريم بزاف طلبتوها مني وتكون فقط في المقلاة بلا فران. غادي نحتاجو الكيكه ديالنا غير بيضه وحده، 4 المعالق ديال السكر سنيده، و4 المعالق ديال الزيت النباتيه، ديما رشيش هاد الملحه لتصحيح الذوق. كنخلطوا المكونات غير بالفوه، كندوبوا السكر ونزيدوا 4 المعالق ديال الماء. ممكن ديروا الحليب الا بغيتو. غادي نخلطوا كلشي ونزيدوا 4 المعالق عامرين ديال الدقيق مع كيس من الكاكاو اللي كيهز 7 غرامات ونصف. نخلط كلشي وناخذ مقله ديال 20 سنتيمتر اللي غادي ندهنها مزيان بالزبده، وغادي ننزل فيها الخليط ونديرها على نار مهيله. ضروري ما نحطوا عليها الغطاء ونخليوها كطيب، ما كتاخذش وقت، واحد 4 5 ديال الدقائق كطيب من هذه الجهه. ثم كنقلبوها باش غير واحد شويه هكا على الجهه الثانيه، ممكن ما تقلبوهاش لانها اصلا كتكون طايبه. فاش حيدتها درت كاس ديال السكر كيتكاراميليزا اولا كيدوب، وسقيت بقهوه سريعه الذوبان هذيك الكيكه حتى دابت ليا السكر او داب السكر مزيان بهذا الشكل هذا. غادي نزيدوا له ملعقه كبيره ديال الزبده، اي نوعيه كانت عندكم ماشي شرط، واحد النوعيه اللي ممتازه حتى كتذوب هذيك الزبده. وناخذوا كاس ديال الحليب، النصف ديالو غادي نديروه بحال هكا في الاول فاش تذوب لينا الزبده، والشي الاخر اللي بقى لينا من الحليب حتى يذوب هذاك، لان الكراميل كيتحجر. ملعقه كبيره ديال النشا حتى كيذوب لينا داك السكر، وكنضيفوا هذاك الحليب اللي فيه النشا. راه تحذف ليا هنا المقطع، المهم داك النشا ما نضيفوش من الاول حتى كيذوب السكر. غادي نزيد نص كاس ديال الماء غليان مزيان ونخلي كلشي فوق نار مهيله. فاش كنشوفوا عقد واحد شويه نزيدوا 4 المعالق ديال الكاوكاو اولا اللوز على حساب القرمشه في هذا الكراميل اللي كيعطينا التحليكه. وهو سخون كنكونوا ديجا سقينا داك الكيكه ودرناها في قالب اولا في واحد المول اولا في واحد السيركل بحال هكا، وكنزلوها ونخليوها تتفقد الحراره وكتبرد. هي راه ما كتجمدش غير كتبرد. كناخذوا 200 غرام ديال الشوكولا نوعيه جيده 50% على الاقل كاكاو مع 400 ملي ديال الكريمه. واحد شويه ديال الكريمه غادي نديرو فوق ما ديك الشوكولاته ونديروها في حمام مائي كتذوب. والكريمه اللي بقات لينا يعني 400 ملي ديال الكريمه بالمجموع اللي درنا فوق من الشوكولاته كنطربوها ونخليو حتى هذاك الكاناش يدفى. عادو كنزيدوه الكريمه ونخلطوا كلشي ونديروه فوق من طبقه معلقه ومقرمشه. في نفس الوقت غادي تكون شدات راسها، تكون غير بارده، ما هي راه ما كتجمدش. صاي غادي نقادوها بلا سباتول ونغطيوها بفيلم اليمونتير وندخلوها الكونجيلاتور اقل شي 6 ديال السوايع. بالنسبه ليا انا خليتها ليله كامله، كيكون احسن حاجه باش نخدموا بها باريحيه. في الصباح خديت نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الماء، وكيس من الكاكاو المر. خلطت كلشي فوق النار ودرت شوكولاته تقريبا واحد 90 غرام. كان عندي شويه شوكولاته ديال بيبي دو شوكولا وشوكولا من نوعيه جيده، خلطتهم تقريبا 9 ديال القطع غادي ديروا اولا 10 الا كانت عندكم غير كاله. خلطوه مزيان وانتم كتحركوا فيه باش كيبرد. المهم ماشي كيبرد غير كيدفى لانه غادي يشد راسو الا برد. كنحيدوا هذاك من القالب نحطاه فوق من واحد الكاس هكا عاليه باش نديروا الكلاصاج. هذا كلاصاج ميروار بدون جيلاتين. المهم كنأكد بان هذا الكلاصاج ما خاصوش يبرد وما خاصوش يدار سخون. صافي كنقادو بحال هكا، واللي شاط لينا لتحت راه كنهزو قبل ما يجمد ونديروا الجوانب الا ما قدرناش نسقيوهم، لانه في الاولى كنبداو بالجوانب. خليوها كتستقطر وديروا لها كاوكاو، راه هنايا كذلك تحت في هذه اللقطه كاوكاو كونكاسي. وزينو هنايا زينت غير بشوكولاته الدهن، درت خطوط ورق الذهب. المهم نتوما الزين كيبقى على حسب الرغبه. ودرت واحد شويه ديال الكركاع وهذيك الحلوه المذهبه او الذهبيه بهذا الشكل. كيف تلاحظوا كتجي راقيه في نفس الوقت، راه ما كتطلعش لينا غاليه كيف ما كتطلع هكا كنشروها بالمخابز بثمن غالي، خاصه في هذا الوقت نتوما عارفين. المهم فاش قطعتها معكم هذا هو الشكل ديالها بطبيعه الحال. هي راها كلاصي، خليوها كتطلق باش ناكلوها، ما نولوهاش هكا كلاصي بحال الكلاص اولا الايس كريم، لا خليوها حتى كتطلق. المهم حنا كنكلاصيوها باش نخدموا بها باريحيه. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديالنا. الا عجبتكم خليوا لي بزاف ديال لي جيم ولي كومونتير الا بغيتو بزاف من هاد الحلويات. الصراحه حنا ما كنستهلكوهمش بزاف، داكشي علاش ما كنشاركش بزاف معكم هاد الحاجات الحلوه. فإلا عجبتكم خليوا لي لايك، بارطاجيو الوصفه مع الناس اللي باغيين يجربوا هاد الوصفات، وإلا جربتوها بارطاجيو معايا النتيجه اولا تطبيق في انستغرام ديالي اللي هو ياسر اوفيسيال. بالنسبه لهذيك الطبقه المقرمشه كتجي مقرمشه ومعلكه وكتعطي الكلاص ديالنا اولا الكيكه ديالنا واحد المذاق خرافي.